الا كنتي مهتمه بالخياطه ديال الملاحف وخصوصا نص ملحفه، تبعي معايا هذا الفيديو ليك. كنطويو البنات نص ملحفه على 4 بحال هكا، وكنتاكدوا من هذا الجنب واش مطويين مزيان على 4 باش ما يكونش داك الليل داخل معوج. بحال هكا كنتاكدوا بيدينا غير بالملمس، كنلمسو هكا بصبعنا. من بعد البنات هنا راه مطويه على 4 مزيان. نص ملحفه يا البنات راه ما كتكفيش للناس اللي عراض، وخصوصا اللي عندهم اكثر من 30 في الصدر، في الربع ديال الصدر. هنا البنات غنهزو العبارات ديال الكتف ديالنا. عندي 20، غنميل شويه بحال هكا وغندير 21، كنزيد سنتيم ديال الخياطه. وهنايا البنات في العنق كندير 6 حتى ل7، المهم على حساب المراه واش كتبغي العنق واسع ولا مضيق. وكنهبط واحد 2 سنتيم وكنحدد العنق، وكنصل النقط ما بين الكتف والعنق. دابا البنات غنهبطوا نحددوا النقطه ديال الصدر باش نحطوا العبارات. داكشي اللي لقينا هنا في الكتف كنهبطوا به وكنزيدوا 1 سنتيم. عندي 20 كنزيد واحد هي 21. وهنا البنات راه كنهبط 12 سنتيم للعيالات اللي قصارات شويه نورمال، واللي طوالات كنهبط ب 14 حتى ل 15 سنتيم ما بين الصدر والحزام وما بين الحزام والصدر. حددنا يا البنات دابا النقط بثلاثه، هنا الصدر وهنا الحزام وهنا المقعد. وهنا يا البنات راه حددنا المهم ثلاثه د النقاط. ثلاثه د النقاط غنحطوا فيهم العبارات ديال هنا. الاولى غنحطوا فيها هنا الصدر، عندي يا البنات 28 غندير 29 حتى ل 30 كاع. الا عندكم المسافه ديال الثوبه البنات غير وفيو 2 سنتيم، وحده ديال السرجي وحده ديال الخياطه. وهنايا البنات راه كيبقى لنا اليدين. هاد المراه العبارات اللي عندها راه غيديروا لها اليدين طوال، يعني هاد المسافه اللي بقات راه تخرج لنا اليدين وافيه. داكشي باش قلت لكم البنات راه نص ملحفه راه ما كتكفيش العيالات اللي عراض بزاف، ما غاديش دير لهم اليدين. ممكن دير لهم غير الكسده ودير ثوب اليدين بشي ثوب اخر. وهنا راه كيبقى لنا اليدين البنات. غنديروا عاود العبارات ديال الصدر ديال الحزام، عفوا درنا يد ديال الصدر. دابا غنحطوا العبارات ديال الحزام. عندي 26 غندير 28، وهنا عندي 30 البنات في المقعد غندير 32، كنزيد انا 2 سنتيم. المهم على حساب نتوما 2 سنتيم راه مزيانه. وهنايا البنات كنديروا غير واحد الخط من هنا للكتف، وكندوروا واحد الدويره خفيفه هكا باش ديرنا الباط ديالنا اولا التقويره ديال التركيز. وكنصيلوا هاد النقط البنات بحال هكا. دابا غنقلب الكاميرا غنعاود نكحزها شويه باش نوري لكم لتحت، حيت لتحت فيه حتى هو واحد الحاجه خصكم تعرفوها، يعني واحد سمي الحيال. يعني واحد الحيال هنايا البنات كيجيو شي خطرات البيجامات عند هادوك الجناب طايحين ومش كودرين. غنوري لكم واحد الطريقه باش دوك الجناب ما يبقاوكمش مدليين. صافي البنات لتحت كتعبروا نتوما. راه كندير انا ما بين 45 حتى ل 50 في الايفازي لتحت. نتوما على حساب الثوب. هنا راني درت 48، المهم ما بين 45 حتى ل 50 كتجي الكسوه زوينه. وصافي البنات كنصلحوه هنا باش ما يبقى لناش عوج. كنحاولوا نقادوه بالطباشير. هنايا البنات كما قلت لكم راه كاين اللي كتقول لك ودي راه واحد المراه عندها متر و40، وفاش كنبغي نخيط الملحفه كنلقاها في المنكب في الطول ناقصه. يعني هنا في الطول كتلقاو متر و36 ولا شي حاجه. كنقول لها غير ما تخافيش، غير فصلي وخيطي، راه الثوب ديال الملح حساس وكيهبط مع الحراره. غير فاش ديريه حدديه راه كيهبط. هنايا البنات غنحدد الطول. عندي متر و33، وغنخلي صبعي فوق الكتف السنتيم، وغندي هاد السنتيم حتى للقنت هنايا باش يبان لنا شحال غادي نقصوا في دوك الجلاي اللي كيبقاو لنا طايحين وما كيكونش المنظر ديالهم زوين. كاين اللي كيطلع ب3 سنتيم ولا 4. دابا هنا فاش كتعبري صافي كيوري لك الحساب بالضبط شحال غادي تقطعي. وكتديها البنات حتى للنص ديال هاد البلاصه اللي كتشوفوني. المهم كتديوه باش تلاقيو الوسط مع باش تجينا التقطيعه مقاده. غنقطع البنات دابا هاد الشياطه هي كتشوفوها علمتها هنا. غنقطعها بحال هكا اللي وريت لكم دابا بالمقص. سمحوا لي شويه التليفون بعيد ولكن غير باش يبان لكم. هاني غنقطعها هنا وغنمشي لديك البلاصه اللي علمت وكنحيدها.
ويا البنات الملاحف ولا الثوب ديال الملاحف ولا الكساوي ديال الصيف ما تصبنوهمش في الماكينه، كيبغيو يديروا غير شويه الزيت في البانيو، صبنيهم بيديك باش تبقى لك الكسوه ديالك زوينه وما تشقيش بها. الحاجه اللي عزيزه عليك راه خصك تهلاي فيها، راه ما كيبغيوش يطبعوا ولا بدا تفركي فيهم بزاف، كيبغيوها البنات غير شي حاجه خفيفه تبردي فيها. الكوزينه ديري لها واحد جوج ديال الكوزينه قدام، وفاش تالي شغلك راكي كتلبسي كسوتك نقيه وزوينه. هنايا البنات كما قلت لكم راه كيبقى لنا اليدين. صافي غنتبع الطراساج ديالي نقطع حتى لتحت. يعني البنات من بعد ما قطعت هادو بقاو لي كما قلت لكم اليدين، كنجيبو هاد التركيز كنحطو. ولكن البنات غنوري لكم الطريقه اللي كيديروا بالمسطره والستيلو. نيت البصاله ديال الطيور ديال الثعلب. هنا راه عندي البنات واحد مسدود وجوج محلولين، كلهم غندوزو لهم الخياطه باش يوليو لنا بحال بحال. كما قلت لكم البنات غنجيب السنتيم نوري لكم الطريقه، وغنوري لكم حتى الطريقه اللي كندير انا ديما، حيت ما كنبقاش ديما نبقى نسطر ونقسم وندير. كنهبطوا البنات ب25 ولا 24 بحال هكا. وهاد النقطه كنحطوا عليها سنتيم كندخلو ب10 سنتيم. صافي من هاد النقطه الفوق كنسطروا واحد الخط، وهاد الخط بالضبط غنقسموه عاود على جوج بحال هكا. غنحطوا السنتيم وغنقلبوه بحال هكا يوري لنا النص، وغنديروا الخط. دابا قسمناه على جوج، دابا دوك الطروفه بجوج غنزيدو نقسموهم عاود على جوج. من هاد النقطه لهنا غنقسموها على جوج ونخرجوا لهنا لبرا بسنتيم، وعاوتاني هنا غنقسموه على جوج وندخلوا للداخل بواحد سنتيم. صافي وكندخل من لهي ونعاود ندور ونخرج. كتجي بحال هكا، كتجي كندخلو بسنتيم ونجيو حتى للنص، وعاوتاني نخرجوا بسنتيم وندخلو حتى لديك البلاصه. ولا كتجيبوا التركيز، هذه يا البنات هذه الطريقه هي اللي كندير انا، كنجيب التركيز وكنحطو على هنا ونعوجو شويه بحال هكا. صافي ونطراسي، حيت مع الخدمه بزاف ولا راه ما كيبقالكش الوقت بدا تسطري. وحتى مع المداومه والتعلم صافي كتولي متمكنه ويدك عارفه القياسات. كنحدد الطول ديالي ونحدد دورات اليد كما شفتوا، ونسطر كما شفتوا بحال هكا. صافي وكنقطع اليد ديالي. هنايا البنات اليد راه بغاتها مولاتها طويله، راه جاتها نص ملحفه دارت لها اليدين طوال، وبغات لاستيك راني خليت الدوره ديال اليد شويه عريضه باش لاستيك يجي زوين. وهنا كما قلت لكم كنخيطوا لا اللي محلول لا اللي مسدود باش يجيونا كاملين فيهم الخياطه باش يجيو بحال بحال. وهنا الطريفات كنديروا بهم الجيوب، وهذا اللي مسدود غنديروا به التباطن ديالنا، التبطين ديال الامام وديال الخلف. غنحلوا الكسوه ديالنا، غنجيبوا الجهه الاماميه حيت فيها واحد التعديلات هنا في التركيز غنقول لكم. البنات تبعوا معايا، حيت هاد الصراحه هاد الشرح راه ما يشرحه لكم حتى واحد. تمنيت انا فاش كنت كنتعلم شي واحد يوري لي هاد الشيء، مع الاسف ما لقيتش. اكتشفت هاد الشيء بوحدي مع التعلم. كنحيدو يا البنات واحد سنتيم هنا كما سطرت، راه ما كنوصلوش التركيز وما كنوصلوش الكتف، غير هنا. ها نتوما شفتوا المقص ما قصش الكتف وما غاديش نقيس لتحت. صافي كنحيدو هاد الشويق باش ما يبقى لناش هنا مكمش حدا اليد، كيجي المنظر ديالو ما زوينش. وكنعبرها البنات. دابا العنق ديالي كنهبط ب 12 سنتيم، بغاتو داير ما بغات فيه لا فتحه لا والو، غير داير عادي، حيت هاد الكسوه البنات بغاتها مولاتها ملحفه. صافي كنهبط ب 12 سنتيم وكنرسم بحال مربع وندور دويره خفيفه تقويره خفيفه بحال هكا. غير شوفوا وتبعوا الهضره. صافي كنقطعو ونجيب هذاك اللي قلت لكم غندير به التباطن، كنطويه على جوج ونحطو الجهه المسدوده على الجهه المسدوده. ها هي مسدوده، حتى العنق كنحطو الجهه المسدوده على الجهه المسدوده بحال هكا. صافي وكنطراسيو العنق ديالنا. هذا التبطين البنات، الطريقه ديال التبطين والخياطه راه غندير لكم فيديو عاود نوري لكم الطريقه ديال الخياطه ديالو. غير البنات ديروا لي متابعه وبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، جزاكم الله خيرا. صافي كنقطع بحال هكا اللي كتشوفوا، ونهبط واحد 8 سنتيم ونقطع حتى لديك الكتف اللي بقى. المهم كيجي بحال هكا يا البنات. راني غنحلو هكا كيجي التبطين ديال الامام. دابا غندوزو للخلف نفس الطريقه، غنجيبو داكشي اللي بقى لنا في داك الثوب، غنطويو عاود الجهه الخلفيه على جوج، ونطويو هذا على جوج، ونحطو ونقطعو نفس الحاجه.
ما تبخلوليش البنات عليا بشي لايك وبشي تعليق زوين. جزاكم الله خيرا في هاد العواشر. راني كنقدم لكم هاد الشرح حتى نتوما ما تبخلوش عليا بالبارطاج كاع بارطاجيو في لي جروب اللي عندكم. وهنا البنات راه ما بغيتش ندير الجيوب، ولكن غنوري لكم. كنطويو الجهه الاماميه على جوج، وكنهبطوا ب10 ونهبطوا ب10 وكنطراسيو بحال هكا، وكتقطعي الجيب ديالك. هنايا البنات راه ما بغيتش انا ندير الجيوب حيت مولاتها ما بغاتش الجيوب. وطويوها البنات هكا البياسات ديالكم، جمعوهم حيت الثوب كيتكمش دغيا، وكل بياسه جمعوها بحال هكا باش يبقاو لكم مسرحين مزيان. وهنايا البنات هاد الكسوه راه غنلصق فيها النص ديال الملحفه، حيت بغات هاد المراه ملحفه كسوه لاصقه فيها داك الجناح باش تغطى بها. وهاد الطريفات راه كيبقاو للجيوب اللي بغات دير الجيوب، ولا بغيت دير شي زويوقه ولا شي حاجه. المهم انا عطيتكم البنات الاساس، راه نفس الحاجه لاي بيجامه، نفس الحاجه اللي وريت لكم دابا كتخيطوا بها اي بيجامه، غير العنق كيختلف الا بغيتي ديري شي ديكور ولا شي حاجه. واليدين بغيتيهم طوال قصار، فيهم لاستيك ما فيهمش، فيهم السفيفه. المهم الاساس عطيته لكم. وهذا النص ديال الملحفه غنلصقوا فيها مع الخياطه. غنوري لكم كل شيء في الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.